السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. صباح الفل على عيونكم او مساء الفل على عيونكم على حسب المكان اللي بتسمعوني او الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه. المره اللي فاتت بقى دخلنا القطعتين دول المطبخ وقلت لكم هنكمل في جزء تاني علشان الفيديو طويل قوي. بصوا بقى، بدات ارص البرطمانات في القطعتين الالموتال اللي انا حكيت لكم عليهم المره اللي فاتت. كل ده بسبب شقه العفاريت بتاعه الحفريه. وبنتي بقى ما شاء الله عليها لمعت كده على قد ما قدرت ورصت في الادراج، وكانت بتساعدني لان تعبت جدا. وبصوا بقى المنظر، كنت بوريكم الرصه اللي انا رصيتها قبل ما اخلص كل حاجه. ده الهاند بلندر علقته في البتاعه دي لان مش لاقيه له مكان. التربو ده كان عندي، قلت احط فيه حاجه الخلاط وحاجه واي بلاستيكات كده بسيطه. وبرضو قولوا لي اي افكار، قولوا لي اي حاجه تنفع في المطبخ الصغير ده. يعني بجد محيرني وتعبني. يعني هو محتاج بوتاجاز اللي هو 4 عيون، اللي هو صغير، يتحط مكان الترابيزة السوداء دي مدرج عشان تدخل في الحتة دي. هي المشكلة في البوتاجاز كمان مضايقه دي طبعا بتاع التلج. قلت الفكرة دي حلوة، الموضوع الأساتك ده لأنه بيبقوا مبعترين جوه الإدراج كده. وكنت مبسوطة بقى وأنا بشيل الحاجة من الصفاية. وبقى عندي دراج، عندي 4 دراج في المطبخ. بعد ما كان عندي 4 ظرف ودرج بقى عندي 4 ادراك وضرفة. يعني مش عارفه هو يا ان يا ان. واذا كان عاجبك والحمد لله رب العالمين عاجبني وراضيه الحمد لله. صلوا على النبي يا جماعه. ولا بصوا بقى دي، صلوا على النبي الاول. بصوا بقى دول انا قلت لبنتي استني اوريهم للناس، دول حلوين قوي. انا كنت مستغرباهم بس بعد عمليه التكميم بقيت اشوف الاطباق الصغيره دي عادي. قبل كنت بقول ايه الهطل ده، انا هشتريها ليه؟ يعني دي ب17 جنيه ونص ولا ب12 ونص. حلوه بقى في ايه؟ للصوصات. اتاري هي للصوصات عشان البني ادمين تاكل فيها، بس بعد التكميم بقيت انا وبنتي بناكل فيها. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال ده. كل المفروض كل ده يدخل المطبخ في الضرفه والاربع ادراج. حلوها معايا. القطعة الخشب اللي فوق اللي بتاعت المطبخ القديم لسه متعلقة، محدش نزلها. بوتاجاز اوديه هناك، خليها متعلقة زي ما هي، بس بحسها انها خافية حتى الإضاءة مضايقاني. بص الرخامة قد ايه، ولا قص الرخامة، ولا اجيب بوتاجاز صغير واودي البوتاجاز ال5 عيون دول الشقة بتاعت عفاريت الحفرية. قولوا لي، فكروا معايا كده وقولوا لي في الكومنتات ايه الدنيا تمشي ازاي. دي حطيتها جنب البوتاجاز علشان يبقى فيها التوابل والملح والحاجات دي. طبعا بقى الرز، المكرونات، السكر، الكلام ده كله حطاه في اوضه تانية. الاوضه اللي فيها الحلل دي انا لسه بفكر هرتب بقيه الحلل دي ازاي او هجيب لها ايه. فكروا معايا، واللي عنده فكرة يعني يا رب يسعده يا رب يقول. اعمل رفين رخام ولا مش عارفة، بس مش حابة ان انا اسيب مواعين بره لان اي دخنة بقى. هو في شفاط في المطبخ بس اي دخنة برضو بتلزق كده في يعني الحاجات الخضر اللي انا حاطة فيها الهاند بلندر دي والتانية اللي على شكل قلب دول بيلموا دهون برغم ان هم بعيد اهو عن البوتاجاز. بس الحمد لله رب العالمين. ديت كده انا يعني كنت حاطه دول كده بجربهم بشوف هتاخد قد ايه اللي كانوا قدامي في المطبخ. بس اللي جوه في الاوضه بقى هعمل فيهم ايه انا مش عارفه. بقول على بال ما افرش الاوضه اللي جوه واظبطها كده كده محدش بينام فيها اخليهم جوه. مش عارفه برضه ومش عارفه ايه. اجيب مطبخ صغير انا واسيبني انا من القطعتين دول او اكمل بيهم، اكمل عليهم واكملهم مطبخ برضه مش عارفه. فكروا معايا وان شاء الله باذن الله تعالى بكره هنزل الشقه بتاعت الحفريه اشوف موضوع العفاريت ده فعلا حقيقي ولا لا. عايزاكم تتابعوني وتتابعوا كده معايا الاحداث. وبيتهيألي ان هو الموضوع مجرد يعني هو بيبقى عمار البيت زي ما بيقولوا او الكلام ده، يعني مش عفاريت ولا الكلام ده. مجرد ما يبقى فيه رجل وفيه قرآن والكلام ده. بصوا الحنفيه دي انا عايزه اغيرها
ماشي. دايما وبجيب السباك يربطها خلاص دي بقى انا وبتتفك تاني. حطيتها اساسي، اصفي دي بقى عليها الصفايه وفي مخليها الاخر كده بعد اصفي ما فيها بس، يتصفوا واحط بقى احط في هنا. مبسوطه كان جدا نفسي في بالادراج. درجين بصراحه، لو دي مش كانت قادره اقول لكم، كلتي عايزه كان اخش منظر اروح رهيب. انام في الادراج دي. واحط جميله هنا جدا. صلوا على هنا. النبي يا جماعه، واللي مش عامل لايك يعمل لايك، واللي مش وديت عامل هحط عليها اشتراك. الجوانتيات انا لان ام شكلها سينا استعمل بقدم جوانتيات كتير يعني الفتره حياتي الجايه. معاكم كده، وديت حطيت فيها الشاي كله بالسكر في والكلام ده كله ريفيوهات بعيد عن وطبخات البوتاجاز عشان لا قدر وكلام الله ورغي ايه. وفضفضه وكل حاجه مع بعض. يعني النار لو طلعت زي مش ما طلعت متابعني المره اعملي اللي فاتت، متابعه، بصوا مطرح الحريقه وفضلا يا المره اللي ريت فاتت. اللايك بعد اذنكم. بص ساحت ازاي، بصوا ودوت هنا كنت بلاستيك بقول لكم سايح. على ده الحريقه بلاستيك اللي مش حصلت في دهون، ده المطبخ، ده كده بلاستيك. بلاستيك كنت بقول لكم ده اللي كان بلاستيك هنا مش وهنا. بقع. ماشي. بلاستيك لان كنت وصلوا الواد معلقه الشفاط اهو يعني كان بكلمكم البوتاجاز اهي. مكان المكان عقبالي يا الترابيزه، رب بقى. بصوا بقى الحته دي يا والحيطه دي جماعه. ولعت. بصوا ده الحاجه الفرق. اللي على انا البوتاجاز. ما عرفتش اعمل ماشي. هنا كنت بطاطس. بوريكم هنا بقى الترتيبه الفرق. اللي انا بصوا عاملاها في انا الفيديو فوق اللي فات، المطبقيه ما عرفتش اللي ما اعمل اتفرجش عليه يروح يتفرج بطاطس عليه. ولا ادلق بصوا ميه بصوا الفرق. عشان بصوا الشفاط الحته دي وعشان انتوا الكهرباء بتطهوا اللي والحته دي شغاله. ما بتطهوش. بصوا 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 الحته الدهون دي عايزه نزلت حد ازاي. يطلع على الرخامه ويقف ويمسح الله كده المستعان. بالعقل بفوطه. وبتشجيعكم اطباقي بصوا كلها هوريكم بلاستيك كمان يا ايه، قلت جماعه عشان بالمره انا اوريكم عيالي كل الاطباق البلاستيك، بيكسروهم. كل اطباقي تمام. بلاستيك. اطباقي كلها بلاستيك ليه؟ عشان انا عشان انا عندي عيالي عيل بيكسروهم. 22 عيالي سنه 22 وعيل سنه 15 و15 واتنين توأم و14. 14. لا يعني يحكموا ما انتوا بقى. بيعرفوش انا يمسكوا بقى انا اطباق ضدي. ازاز. بس يعني وعلقت ربنا دي هنا يصلح لهم حطيت الحال فيها ويهديهم يا رب، ويهدي لنا اولادنا كلنا السلك يا ده رب. الراجل صلوا على النبي يا عملهولي. جماعه. ده سلك واللي تكييف. مش عامل لايك يعمل لايك كان بعد ضرب اذنكم. وراح عاملهولي ان السلك شاء الله دوت القناه تكبر فظيع. بيكم. ملوش ده مكان بقى. السلك فرحت كنت دي بقول لكم اسمها الهاند ان بريم. ده عمل قفله، حطها هنا والسلك لوحدها بتاعه عشان فرقع. ابقى ريحت الميه. الكهربائي عقبالي يا ركب لي رب ما اشيل بقى الخرطوم ده المطبخ مش سلك. الخشب ده. كنت بقول لكم ان شاء الله واودي نفسي اشيل القطعه اللي هي المطبخ ده. المفروض بتاعته التانية ان شاء اللي الله تحت. هشيله واوديه الشقه بتاعه العفاريت، اوديها وهقعد في شقه الشقه العفاريت دي التانية كام وارتاح. يوم، بصوا بقى وهنشغل وقصيت هنا كده قران، وان بقى شاء الله ايه. ما فيهاش اي حاجه ادي وهتبقى ورق زي لورا. الفل. هو بس شويه اوهام. والجيركن ده انا بملاه زيت عشان عشان الجيركن انا ابني 5 لتر مش بيبقى تقيل على متعود ايدي يقعد كده وانا لوحده واقفه مش بطبخ. اكتر يعني. وانا مش عايزاه والميه. يقعد لوحده، انا ماشي. عايزاه يبقى يبص وهنشوف عليها، هي الحته دي يديها هتتملي حس. هتتملي. بس بس فانا على وديت الله شاشه بقى هناك هنشوف هنشغل فيها بقى القران، ووديت الدنيا كده راديو، هتمشي معايا وهاخد ولا ايه. معايا هنا مش صب. عارفه انا حطيت ان ايه شاء الله لسه. باذن الله انا تعالى حطيت بقيه البرطمانات. هتكونوا معايا، بنوت هي اللي ولا رصتهم لي، قدر الله ربنا يعني بعد يقويها يا الشر رب لو ويديها في اي الصحه. حاجه. تعبانه وانا ما معايا والله افتكرش من ان في اي الصبح. حاجه، بتهيألي ان من هي الحمد امبارح. لله زي ده الفل. ورق وانا لازق في كنت الارض لما لسه كنت ما هنا كنت طلعش. مرتاح، كنت طلع بقول لكم منه ده حبه ورق ولسه في لزق في حبه الارض وما طلعوش. ومش عايز بس يطلع، اتمنى يا رب غلبني الفيديو بصراحه. يعجبكم، عايز واللي ما عملش سكينه ممكن لايك يعمل لايك، تتحك فيه، ما واللي اول مره جربتش يشوفني بس انا ام هعملها سينا يعني. اعملوا لنا اشتراك وتابعونا وان شاء الله اتمنى يا هتشوفوا رب مننا الفيديو كل جديد. يعجبكم. هعمل قهوتي بقى كنت برضو بوريكم معاكم، البوتاجاز هوريكم اللي هو دلوقتي وانا 5 بعملها عيون، كده وعايزه اجيب اللي هو 4 عيون ونكمل. وهودي ده. والصفايه دي هوديها الشقه اللي هناك. كنت بعمل بقى كوبايه هعمل قهوه قهوتي بقى عشان انا عشان النهارده ارتاح اتخنت. شويه ماشي. واكمل شغل. لان وايه يعني لسه كمان اكمل. هنحط اكل لان الاوضه اللي وهناكل، جوه ولسه مليانه الدنيا مواعين يا معكوكه، جدعان. المطبخ بره والمواعين اللي بره. يعني مليانه حلل وحاجات عايزه بصوا اشوف لها اعمل ايه. دربكت فكروا الدنيا، معايا بس بقول وتقولوا اهو الحمد لله هيهون عليا شويه البطاطس تنظيف اللي تلاقي. اتجننوا. هنا حمرت بطاطس وكنت باكل تصبيره على بال ما ابعت ابني يجيب البطيخ والجبنه. ما قدرتش اعمل اكل حرفيا بجد، ما قدرتش. قلت احمر شويه بطاطس على بال ما هو يجي. اتاخر. رحت قلت للبت تعالي يا بت، طب ما نعمل هتكلم لان سندوتشين، بتكلم بسرعه احنا جدا. هفتانين لسه خفت دي. وعمالين نحط ونشيل من الصبح. اعمل لك لقمه. فقلت زي ايه، ايه. يلا ناكل ايه لقمتين على بال ما الواد يجي. فالمهم بقى قولوا لي اعمل ايه في المطبخ. اجيب مطبخ زي قلم ما موتيل جديد، ولا اكمل على القطعتين دول هينفعوا ولا مش هينفعوا، ولا اعمل قطعه واحده قد الترابيزه. بس انا عايزه ظرف، عايزه ظرف للمواعين، مفيش ظرف خالص. انا بعشق سندوتشات البطاطس دي يا جدعان، انا بتخني، التكمين بيروح في داهيه والله. وبصوا بقى هنا ما شاء الله الف بركه الف بركه. الحاج ياسين جه وهنقطع البطيخه وهنقعد ناكل. البطيخ ده صعب قوي في تقطيعه، قوي قوي قوي. عماله ادور على الفتحه بتاعت البطيخه ما لقيتهاش. المره دي الراجل شقيقه، وفعلا ما كانتش مسكره ولا محمره قوي يعني. بصوا هتشوفوها دلوقتي مش محمره قوي. بس وبالنسبه بقى لشقه الحفريه، ابدا بايه، بالنجاره ولا بالسباكه ولا بايه، مش عارفه. بصوا البطيخه بعد ما فتحتها والله من شكلها انا حسيت ان هي فكسانه يعني. بس صلوا على النبي يا جماعه، واللي مش عامل لايك يعمل لايك بعد اذنكم. واللي مش عارف انا مين، انا ام سينا بقدم يوميات، فلوجات، روتينات، كل مقالهات. وبتمنى ان انتوا تتابعوني والقناه تكبر على ايديكم، وان شاء الله يا رب تكونوا ليا صحبه صالحه، وتكونوا كده يعني وش خير عليا وعلى ولادي. تابعوا فيديوهاتي هتفهموا القصه من اولها ايه. ان انا كنت عامله مشروع وحابه ان انا اكمل
يعني مش هينفع ان انا اسيب ولادي في سن المراهقه دوت لوحدهم. والله الموضوع بيبقى هين وهم اصغر، يعني مهما اقول لكم لا الموضوع اهون وهم صغيرين. بتبقي عارفه كنت والله بنزل شغلي وبسيبهم في البيت وعارفه ايه اخرهم هيعملوا ايه ومش هيعملوا ايه. ما حدش يولع البوتاجاز، ما حدش يلعب في حاجه وخلاص. الماما اهو الاكل اهو الماما إيه؟ الاكل اهو كذا اهو كذا وخلاص. بتبقي عارفه ولادك هيبقوا ماشيين الدنيا بتاعتهم ازاي. في حاجات بتحصل بس حاجات بسيطه، انما لما كبروا لا. حط لنا زيتونيه حضرته، حط لنا زيتونيه في الجبنه. بس ده الجبنه البراميلي اللي الربع كيلو بقى مش عارفه بكام دلوقتي، لا كتير بصراحه. ربنا يهونها علينا يا رب. صلوا على النبي كده واذكروا الله. وادي قطعنا البطيخ بقى وهاكل لقمه وهقوم اكمل شغل عشان اخلص، عشان افوق لشقه الحفريه ونشوف ايه قصه العفاريت بتاعتها دي. شويه البطاطس اللي اتبقوا كنت بوريها لكم. وادي ظهر البوتاجاز دوت. في واحد جه عمل لي البوتاجاز وقلت له الظهر ده مش هينفع يركب، قال لي لا خلاص باظ. يعني ايه حضرتك باظ؟ مش عارفه. لو في حد عارف حاجه عن الموضوع ده يكلمني، يعني يقول لي بيتصلح او لا. كنت بوريكم طبعا المنظر الشنيع اللي بره، وان لسه المطبخ ده متعلق زي ما هو. وبوريكم منظر الصاله بعد العركه. دي الرخامه ديت قلت ممكن احطها على الترابيزه السودا اللي دخلتها المطبخ. وادي المطبخ الخشب اهو، بس كان شكله حقير قوي والله، كان لازم يترمي. وادي ايه الريسبشن بره. بقول لكم هنا انا وديت الكنبتين الشقه التانية، كانوا موجودين كنبتين صغيرين هنا. عايزه اجيب هنا جزامه ولا اسيبها كده، او هوريكم انا عملت ايه في الاخر. قولوا اسيبها كده ولا انا حطيت فيها كرسي وترابيزه. شوفوا كده اعمل فيها ايه. كنت هنا بقى برتب الصاله بعد المجزره اللي حصلت، وكنستها ومسحت الحمد لله رب العالمين يعني. بس انا عايزاكم تقولوا لي اعمل ايه وارتب الدنيا ازاي. انا ماليش خلق للديكورات انا والكلام ده، فيعني لو قلت ممكن افكار اي حد يقول لي ايه فكره كده تكون كويسه يا رب تكون مناسبه عندي وتنفع. محتاجه افكار وتكون برضو مش مكلفه، افكار ومش مكلفه. كنت هنا بقى بظبط لسه في الصاله، كنت فضيتها خلاص ودخلت المطبخ الاوضه والرخامه لحد ما العربيه تروح تنقلهم وتوديهم شقه العفاريت. وفكيت المروحه غسلتها بالمره، لقيتها يعني كانها شفاط مش مروحه. هنا شلت الترابيزه من هنا. وبقول لكم هنا اجيب مكتبه شاشه في الشكل اللي هو الاسلامي ده اللي بيبقى حوالين الشاشه ومرتفعه، وفي ترابيزه كده لوحدها بتتحط تحت الشاشه. قولوا لي ان هنا هتبقى احسن وان هنا هتبقى اشيك واجيبها لون ايه. بقول لكم اهو انا غسلت المروحه، اللي عايز يتهوى بقى هو يركبها. سبتها وخلاص على كده. وبصوا بقى هنا حطيت الترابيزه وحطيت الكرسي بقيت الركنه. قولوا لي اخليها كده ظريفه ولا اجيب لها ترابيزه او جزامه، لان برضو منظر الجزم في المكان هوريه لكم دلوقتي. منظر الجزم مضايقني. بصوا مش ظريف خالص. بصوا اهو اجيب. وهنا اعمل ايه برضو؟ قولوا لي. هنا ده كان حمام صغير شلت القعده والحوض منه، اعمل فيهم ايه؟ انا حاطه فيها مرايه بس كده اللي هي باللمض الكتير دي.